بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم النهارده في درس مهم جدا. الدرس دوت الاكسبرتات والباك تيستات. انا شرحته من بعد رجوع المشروع، بدأت اشرحه لكل جروب جديد بيدخل معانا، واي حد بشرح له او اي حد بيحضر معانا سواء مبتدئين سواء محترفين لازم بشرح الجزئية ديت. بدأت اضيفتها في الكورس بتاعنا، ولكن من حق الناس اللي حضرت معانا قبل كده او اللي ما عندوش اي خلفية عن الكلام اللي انا هقوله، من حقه ان هو يعرفه. ممكن تكون عارفه او ممكن تكون مش عارفه، او يضيف لك اضافة جديدة. فاتمنى ان يبقى الفيديو هنحاول نخليه مختصر جدا جدا. اتمنى ان هو يبقى فيه افادة. بس اللي انا متوقعه واللي انا متأكد منه كمان بنسبة كبيرة ان في اخر الفيديو هيبقى في حالة تشاؤم كبيرة جدا. هنشوف ونبدأ. قبل بس ما نشرح الجزئية بتاعتنا لازم بس ننوه عن حاجة كده اكيد الكل معروفة يعني جدا، ان هي اي استراتيجية في الدنيا، اي استراتيجية فوركس، سواء انت اللي عاملها او سواء جايبها من اي ويب سايت او من اي منتدى او من اي مكان ايا كان، الاستراتيجية ديت عشان تشتغل بيها حاجة من الاتنين: يا اما تشتغل يدوي بايديك، يا اما تشتغل باكسبيرت اللي هو برنامج تداول آلي بتبرمجه، بتديله الفكرة بتاعت الاستراتيجية بكل الجيفنز بتاعتها، وهو بيبدأ ينفذ ويفتح صفقات لوحده ويقفل لوحده. بتبقى سايبه وبترفعه على سيرفر او بتخليه يشتغل مع نفسه، وانت بتبقى سايب الجهاز بعيد جدا وهو بقى بيعيش مع حاله. ده باختصار فكرة الاكسبيرت. يعني اكيد الكل عارف الكلام دوت. احنا مش هنتكلم عن الجزئيه بتاعت اليدوي، ولا هنتكلم ازاي بتركب اكسبيرت وازاي بتعمل وازاي بتشيله وازاي تغير الاعدادات. اكيد الكل عارف الكلام دوت. احنا هنتكلم عن هنخش في حاجات بقى فرعيه، حاجات مهمه جدا لازم تكون فاهمها. نتكلم عن اول حاجه عيوب التداول بالاكسبرتات. محدش يفتكر ان مادام في اكسبرتات، مادام في حاجه اسمها اكسبرت يشتغل بدالي، وان انا ابقى مكبر دماغي وسايب الاكسبرت يعيش مع نفسه وهو يفتح ويقفل لوحده وبرمجه، محدش يفتكر ان الكلام ده هيبقى راحه ليه. بالعكس، انت ممكن تواجه مشاكل كتيره جدا مش هتقابلها في شغلك بايديك. طب احنا عايزين نشوف ايه العيوب ديت ونفهم كده ايه بالظبط اللي بيحصل. عندك 3 عيوب لازم هتقابلها، او تقابل حاجة منهم او تقابل حاجتين منهم او تقابل ال3 مع بعض. يعني في 3 عيوب لازم تكون وانت بتشتغل باكسبيرت عارف ان انت لازم تقابل حاجة منهم. ايه هي؟ اول حاجة ان اغلب الاكسبيرتات ليها وقت وتنهار فيه. دي بص قاعدة مسلم بيها، دي قاعدة عامة لازم تكون حاططها في دماغك. مفيش اكسبيرت تداول هيعيش معاك سنة سنتين من غير ما يقع. مفيش اكسبيرت يقدر يمر بكل ظروف السوق. يعني انا بصراحة يعني بص، هو منتديات الفوركس في العالم كلها سواء عربية او اجنبية عندك يمكن عشرات الالاف مئات الالاف ايا كان الرقم. هتلاقي اكسبيرتات كتيرة جدا، في منهم اللي فري، في منهم اللي بتشتريه. مستحيل تلاقي اكسبيرت يعدي كل ظروف السوق. ممكن يعدي يقع في شهر، يعدي شهرين، يقع يعدي 4، يقع في الخامس. هو لازم هتلاقيه يقع. انا كنت كاتب بخصوص الكلام دوت، الجزئية دي كنت كاتب في الجروب بتاعنا بوست عن الكلام دوت وشرحه بالتفصيل وليه بيقع واسباب الوقوع. ممكن تبقوا ترجعوا لها وتعرفوا ليه بيقع الاكسبيرت او ممكن ما يعديش كل ظروف السنة. طيب، تاني حاجة لازم تكون عارفها انها البروكر. بتقابلك مشكلة كبيرة جدا مع البروكر ايا كان، ماركت ميكر مش ماركت ميكر اللي هو SCB او ECN. خليك عارف ان البروكر ممكن بكل بساطة ياخد منك الاكسبيرت بتاعك من غير ما انت تكون عارف. يعني ايه ياخده؟ يعني ممكن بكل بساطة يسحب الاكسبيرت بتاعك
بالكود بتاعه، حتى لو انت قافله بيتسحب من على السيرفر بتاعه، يتسحب الاكسبيرت بالكود. هو عجبه مثلا، لقاك بتكسب بيه، لقاك شغال باكسبيرت كويس، بكل بساطه ممكن يسحب الاكسبيرت بتاعك. ودي كانت مشكله بتواجهني جدا انا والباشمهندس علي واشرف في انتقاء الشركات البروكرات. الوقت ما تحب تشتغل عليها بشيء في باكسبيرت، تبقى عارف ان انت يعني ما تلفتش نظرهم قوي ان هم يسحبوا الاكسبيرت بتاعك. ايا كان بقى، يعني خليك عارف ان الجزئيه ديت مهمه جدا. ممكن انت تكون مخبي الاكسبيرت بتاعك عن الناس وحايشه عن العالم وكده، مصاهين بيه على جنب ومحتفظ بيه لنفسك، وماشي بمبدأ بقى اللي هو اللي معاه كنز ما بيطلعوش والحاجات ديت اللي بتتقال. فانت مخليه جنبك كده وشغال بيه مع البروكر بتاعك، وانت اصلا يعني البروكر مظبطك واخده منك من غير ما انت تكون عارف، يعني واخد نسخة منه بالكود بتاعه من غير ما انت تكون عارف. فدي لازم تكون عارفها، وتكون عارف كمان ان طب ليه. ممكن واحد يقول لي ليه البروكر ممكن يعمل كده؟ يعني في اسباب كتيره. ممكن ان انت البروكر لك بتعمل بروفيت كبير جدا من الاكسبيرت بتاعك، فحب ان هو ياخده بالاعدادات بتاعته ويشتغل بيه لنفسه مع نفسه، يشتغل بيه لنفسه، يعمل يكبر فلوس ليه. ما هو انت برضو بروكرات برضو زينا. طيب ممكن كمان البروكر بيبقى متتبع الاكسبيرت بتاعك وعارف انت بتعمل ايه، فيحاول يضربهولك، يوسع لك السبريد مثلا. خليك بس عارف ان البروكر هتقابلك فيه مشكلة مع البروكر، وتكون عارف كمان ان البروكر الاكسبيرت بتاعك مش شرط يمشي على كل بروكر. لازم تبقى مختار البروكر اللي يناسب الاكسبيرت بتاعك، لان في اكسبيرتات ممكن تمشي تشتغل على بروكرات، وممكن تشتغل على بروكرات تانية اما تشتغلش على بروكرات تانية. تمام. طيب تالت حاجة تأثير الأكواد. يعني ايه تأثيرات الأكواد يعني ايه الكلام دوت؟ دي بتختلف بين مبرمج لمبرمج. يعني انت ممكن تكون مبرمج الاكسبيرت بتاعك، مديله مثلا عايز تديله امر، الامر ده انت المبرمج رحت كاتبه في 20 سطر، في حين ان ممكن واحد تاني يبرمج نفس الامر للاكسبيرت ويكتبه في سطرين، وانتوا الاتنين في الاخر بتأدوا لنتيجة واحدة. يعني انت ال20 سطر بتاعتك بتقول للاكسبيرت يا اكسبيرت لما تعمل كذا وتوصل لكذا اعمل كذا، ولما تلاقي كذا تعمل كذا. انت الكلام ده كله كتبته في 20 سطر برمجة بالMQL4. غيرك ممكن يبرمجه في سطرين. طب ايه الاختلاف؟ ايه اللي هيفرق؟ اللي هيفرق ان انت ممكن دوت الاكسبيرت اللي متبرمج وفيه اكواد كتير وفيه قلق كتير، ممكن عيب برمجي بسيط يخليه يهنج. واحد يستغرب يقول لي يهنج؟ ايوه، ممكن يفتح الاوردرات ببطء، ينفذ امر الاغلاق مثلا ببطء. بتفرق جدا البطء، والجزء من الثانيه اللي ممكن الاكسبيرت يعمله ده ممكن يأثر على السعر. تحرك السعر من نقطة لكذا، انت عايز تقفله في النقطة الفلانية، فبالتالي الاكسبيرت اصلا بطيء في الاغلاق، فعقبال ما قفل كان السعر اتحرك لنقطة تانية، اثرت معاك في الربح او زودت الخسارة، او مثلا غيرت حاجة انت كنت عايز تعملها ايا كانت ايه هي بالاكسبيرت. فخليك فاهم ان برضو تأثير الاكواد ده مهم جدا على اي اكسبيرت. كده احنا اتكلمنا في عيوب التداول بالاكسبيرتات عامة بكل بساطة بتلخيص شديد جدا، لان احنا لو قعدنا نتكلم ممكن نقعد بالساعات وبالايام نرغي ومش هنخلص. لكن احنا على انواع الباك تيست على الاكسبيرت. ناس كتيرة جدا بتشوف مكتوب كده باك تيست 90، باك تيست 99. طب يعني ايه اصلا باك تيست 90؟ ويعني ايه باك تيست 99؟ وايه الفرق بينهم اساسا؟ ايه الفرق بينهم وايه اصلا هو الباك تيست اصلا؟ ده اللي احنا هنحاول نتكلم عنه باختصار، وفي نفس الوقت هنحاول ان احنا نبقى لمينا الموضوع وفهمنا كل حيثياته. طيب يعني ايه باك تيست اصلا؟ الباك تيست باختصار شبيه بفكرة التحليل، هو مختلف عنه لكن الفكرة نفسها تقريبا تبقى متشابهة، لان انت اصلا في اي نوع من انواع التحليل بتبدأ تشوف بيانات سابقة، وبتبدأ تشوف الشرط
الاحداث اللي حصلت اللي فاتت، وعلى اساسها بتبدا تبني قراراتك اللي جايه، وتبدا تحدد خطواتك اللي هتاخدها في مستقبلك في الشرط. هتفتح صفقات نوعها ايه، هتبدا تعمل ايه، بتبدا تحدد كل دوت بناء على اللي فات. طيب احنا في الباك تيست اصلا، الباك تيست انت عامل اكسبيرت باستراتيجيه معينه مبرمجها اكسبيرت، وعايز تختبرها في سنه فلانيه في شهر فلاني، فبتنزل الشهر الفلاني بتاع السنه الفلانيه، بتنزل الداتا بتاعته وبتبدا تختبر اكسبيرتك عليه. الموضوع مش هياخد بالظبط ساعه ساعتين على حسب المساحه بتاعه الداتا اللي انت بتعمل عليها التيست، وبتبدا تشوف هل الكفاءه بتاعه اكسبيرت بتاعك هيبقى قويه على الداتا ديت، وهتبقى هل هينجح عليها ولا هيفشل، وعلى اساسها بتبدا تحدد هل هتشتغل بالاكسبيرت ده ولا لا، وبانهي اعدادات. يعني بتظبط اعداداتك على اللي فات كمان. طيب يعني ايه بقى 90 دي اللي احنا قلناه باختصار، ده اللي هو ده اللي هو شرح فكره الباك تيست عامه. طب ايه هو بقى 90 وايه هو 99؟ 90% ده باختصار نوع من الباك تيست، ده اللي موجود عندك في المنصه، ما قدامكش غيره للاسف. طب ليه بتقول للاسف؟ هقول لك لان انت اصلا قبل طيب ما اشرحها، قبل ما اقولها لكم افهمك حاجه. نفترض مثلا ان انت مثلا واحد اسمه حسام عامل اكسبيرت فلاني وعايز يختبره على شهر 10 سنه 2012، فراح جايب الداتا بتاعت شهر 10 بتاعت سنه 2012. في الحقيقي شهر 10 سنه 2012 في اليوم الفلاني اتحرك السعر 5 شمعات لفوق، وبعد كده نزل شمعتين، بعد كده طلع شمعة. ده اللي حصل في الريال، ده اللي حصل في الطبيعي. لكن حسام لما جه يعمل باك تيست 90% من المنصة، لقى ان السعر اتحرك 3 شمعات وراح نازل شمعتين وراح طالع شمعة. ده كده انا بقولها لك بشكل تقريبي. طب ايه اللي حصل؟ اذا في بيانات ناقصة في شمعتين. واحد يقول لي شمعتين، طب يعني ايه فرقت في ايه؟ فرقت في كتير، فرقت في عدد نقط، هتفرق في البرمجه بتاعت الاكسبيرت بتاعك. اذا انت مش واخد قرارات مظبوطه. يعني انت كده يا باشمهندس احمد عايز تقول لي ان الباك تيست 90% مش بيديني بيانات صحيحه؟ بالظبط، الباك تيست 90% مش بيديك بيانات صحيحه، وبيديلك بيانات ناقصه جدا. ممكن تختبر على شهر فلاني تلاقيه مطير لك ايام كتيره، ومطير لك ساعات كتيره واوقات كتيره في اليوم الفلاني، مش جايب لك مش عامل لك رن للاكسبيرت بتاعك عليها، فمش مختبر لك الاكسبيرت بتاعك بكفاءه كويسه. فبالتالي النتيجه اللي انت هتبني عليها قراراتك والاعدادات اللي انت هتظبط عليها الاكسبيرت بتاعك ما هياش هتكون اعدادات مناسبه، لان انت اصلا مش انت ما اختبرتهوش صح اساسا. ما بني على باطل فهو باطل، فانت مش عارف تختبره مظبوط. للاسف ناس كتيره بتقع في الموضوع دوت، وبيعمل تيست يمكن يبقى عامل اكسبيرت كويس ويبدا يختبره باك تيست 90%، وفجاه يشتغل بيه في الريال على الاعدادات اللي هو ظبطها على التيست 90% ويقع ويخسر. ليه؟ لان هو اصلا عمل اعدادات على حاجة مش مظبوطة، على بيانات ناقصة، على داتا ناقصة، اختبروا مش مظبوط. طيب ده بالنسبة لل90%. طب ليه موجود في المنصات؟ يعني ممكن واحد يقول لي طب ليه هو موجود في المنصة؟ يعني ليه مثلا ما عملوش الباك تيست 99%، او ليه خلوا بيانات ناقصة في المنصة؟ لان ببساطة صناع السوق مش من مصلحتهم ان كل الناس تبقى عامله استراتيجيات ناجحه جدا، ومش كل الناس تبقى مختبره استراتيجياتها على اوقات كتيره جدا، فهو بيديك بيانات ناقصه ما تعرفش تبني عليها قرارات مظبوطه، برضو يسيبك متشتت. تمام؟ طب ايه الفرق بين ال90 و99؟ احنا كده فهمنا ال90. طب ايه ال99؟ الباك تيست 99 ده مش موجود في المنصه، ده انت بتنزل الداتا بتاعته كامله من مواقع او من برامج. عندك تيك ستوري، عندك
دوكا سكوبي بتقدر تنزل منه الداتا كامله بتاعت اللي حصلت بقى الريال، ينزل لك كل حاجه حصلت مثلا في شهر كذا سنه كذا بالظبط، ينزل لك الداتا كامله جدا وبالظبط ايه اللي حصل فيها. ده اللي بتجيبه من بره، بتجيبه من برامج او بتجيبه من موقع دوكا سكوبي، وبتبدا ان انت تعمل التيست بتاعك على دقة عالية جدا، تبدأ تعمل التيست بتاعك بكفاءة عالية جدا، تعرف من خلالها ان الاعدادات المظبوطة للاكسبيرت بتاعك وتقدر تشغله على الريال وانت مطمن بالاعدادات اللي انت مظبطها، بالادارة اللي انت مظبطها، وبتبدأ تبقى انت كده واخد كفاءة مظبوطة للاكسبيرت، عامل اكسبيرتك على كفاءة عالية، وعامل اعداداتك على كفاءة عالية، وواخد قراراتك مظبوطة. لكن دوت مش كل الناس للأسف بتستخدمه، ومش كل الناس بتعرف، لانه صعب جدا يتعمل. مش كل الناس بتعرف تعمل باك تيست 99، فتلاقيهم بيستسهلوا ويعملوا تيست 90%. ده باختصار كان الفرق بين الباك تيست 90 والباك تيست 99، وبكده انا فهمتك الفرق بينهم ويعني ايه اصلا تيست، وعشان تبقى فاهم وواعي وما يضحكش عليك. طيب نتكلم على حاجة كمان بمناسبة ما يضحكش عليك، طرق النصب والاحتيال في سوق الاكسبرتات وما اقصرها. عندنا طرق كتيرة جدا للأسف بنشوفها وبنقابلها، وناس كتيرة جدا في العالم كله، مواقع كتيرة جدا بتقدر تشتغل على عدم فهم الناس كويس بيشتغلوا ازاي وبينصبوا ازاي. هنتكلم عن حاجة. اول حاجة الباك تيست 90%. طيب يعني ايه بينصبوا علينا بباك تيست 90%؟ يعني مثلا ممكن تلاقي واحد في موقع فلاني منزل لك ريبورت لباك تيست 90%، وصورة الكيرف طالع ما شاء الله، وتلاقيه مبتسم للحياة وفرحان وعمال يقول لك انا عامل اكسبيرت واو، وشايفين قدامكم النتائج عاملة ازاي، وانا جامد وانا وحش وانا مش عارف ايه. طبعا هو كده انت طبيعي لازم تكون فاهم ان هو بيضحك عليك، لان هو او يا اما هو متعمد يا اما هو ما يكونش عارف ومش فاهم، وهو ده اللي بايديه يعمله. يا اما كده يا اما هو متعمد يضحك عليك، يعني متعمد يجيب لك نتائج للاكسبيرت بتاعه على الباك تيست 90، وبالتالي ما هياش نتائج مظبوطه، ما هياش نتائج كامله باعدادات كامله، فبالتالي ما هياش اشاره قويه لقوه اكسبيرتو. تمام؟ فلازم تكون واخد بالك من النقطه دي. اي حد يوريك باك تيست او تشوف تقرير الاكسبيرت او حد يكلمك في الموضوع دوت، لازم تساله اول سؤال، ده 90 ولا 99؟ طيب تاني حاجه من طرق النصب والاحتيال في سوق الاكسبيرتات، المده. يعني ايه المده؟ مبدئيا كده خليك فاهم، عشان تحكم على اكسبيرت مش اقل من 3 شهور ل6، وانا افضل اكتر من 6. يعني عشان تقول الاكسبيرت ده قوي لازم تعمل له باك تيست 99% لاكثر من 6 شهور. طب واحد يقول لي ليه نعمل باك تيست 99% وليه نعمل اصلا باك تيست 90؟ ما نحطه على الديمو ونشوفه وهو شغال قدامنا. ماشي، حطه على الديمو 6 شهور. يقول لي هقعد 6 شهور جنبه اتفرج عليه؟ طب بعمل لك ايه؟ ما هو عشان كده قلنا الباك تيست 99 ده اللي هيريحك، ده اللي هيخليك تختصر ال6 شهور اللي جايه دي كلها، بدل ما تقعد على الديمو. انت هتشوفهم 6 شهور بتجري قدامك في كام ساعه، في 4 ساعات 5 ساعات، ايا كان حجم الداتا بتاعت الشهور اللي انت نزلتها. بيقعد يعمل باك تيست قدامك والشرط عمال يجري بالظبط كويس جدا بدقه عاليه جدا اللي هي التيك برسيشن.
بتبدا تشوف البيانات قدامك، والداتا بتعدي قدامك 6 شهور جايه، 6 شهور من التيست اللي انت عامله على الاكسبيرت، وبتبدا تحدد اعدادات مظبوطه عليه. فعشان تختبر اكسبيرت كويس جدا مش اقل من 6 شهور، او نقول من 3 شهور ل6 شهور، بس انا افضل اكتر من 6 شهور عشان تاخد قرار مظبوط. ليه اكتر من 6 شهور؟ لان احنا يعني الموضوع ده قتلناه بحثا. يعني في اكسبيرتات كتير بتعدي 3 شهور و4 شهور وتقع في الخامس، في يعدي مثلا 5 ويقع في السادس، في يعدي 6 ويقع في السابع، في يعدي شهر ويقع في التاني. فانت ما ينفعش تحكم على اكسبيرت من اسابيع او من شهر، شهرين، 3. لازم اكبر قدر ممكن من الشهور تعمل عليه تستات عشان تحدد اعدادات مناسبة لكل الشهور. خليك فاهم ان برضو من طرق النصب والاحتيال انا دامج بند المدة في الموضوع ده، عشان برضو ممكن ناس تلاقيها منزله لك ريبورت التقرير في نتائج اكسبيرت معمول له مثلا تيست لمدة شهر، لمدة شهرين. طبعا كل ده اونطة، ولازم تقول له انا عايز اكتر من 3 شهور او اكتر من 6 شهور ابقى عارف الاكسبيرت نتائجه ايه. تمام؟ ادينا فهمنا موضوع المدة. كل لما تبقى المدة اكبر بتعمل عليها الباك تيست كل لما يبقى احسن. وده اللي انا كنت بقوله في اول الفيديو، ان نادرا ما بتلاقي اكسبيرت عدى سنة كاملة. لو اكسبيرت عدى سنة كاملة ممكن يقع في التانية، لكن ان هو بيعدي اصلا سنة كاملة ديت يبقى ده اكسبيرت جامد جدا، وتشتريه يعني وقلبك ميت، تشتريه وقلبك ميت وتشتغل بيه وقلبك ميت. ففي سنين معينة في بقولها للناس اللي بتحضر معانا، وبتكلم في الموضوع ده باستفاضة برضو، وبعرفهم سنين معينة ممكن تختبر عليها الاكسبيرت. لو نجح في الاكسبيرت ده في السنين ديت هينجح في اي سنة تانية. مش 2008 مش منهم، يعني محدش يقول في باله هختبر على 2008 لازمة الاقتصادية ومش عارف ايه، لا مش منهم. في سنين معينة لو اختبرت عليها التيست بتاعك الاكسبيرت بتاعك هينجح على اي سنة تانية. تمام؟ طيب ايه تالت حاجة من طرق النصب والاحتيال؟ الدرو داون. كتبت من فترة الناس اللي بتتابعني على بروفايلي حتة الثغرات بتاعة الدرو داون اللي جوه الريبورت بتاع الام تي 4. لما بتعمل سيف للريبورت ما هواش بيديك درو داون حقيقي، ما بتشوفش درو داون حقيقي. برضو اللي هيرجع للبروفايل بتاعي وللجروب هيلاقي شرح باستفاضة عن الموضوع دوت، وانا هحاول اعمل له فيديو مخصوص بخصوص الدرو داون. خليك فاهم في طرق النصب والاحتيال في الاكسبيرتات. يعني ممكن واحد ينزل لك اكسبيرت الخطورة بتاعته الحقيقية كتيرة وعالية جدا، ودي اللي هتبلك وهتشوفها قدام عينيك في الباك تيست 99. لكن في الريبورت اللي هو هيوريهولك ما بيبانش الخطورة الحقيقية، مش هتبلك الخطورة الحقيقية في الريبورت، وللأسف ده عيب قوي جدا لازم تبقى فاهمه. انا عارف ان كتير منكم دلوقتي متشائم وبيقول لي انت كده قفلتها، يعني انت كده يعني ولا مود نافع ولا تيست نافع ولا مش عارف ايه ولا درو داون نافع. احنا يعني تشاؤم اتقفلتها لنا من كل حته، من كل ناحيه، من كل حاجه اتقفلت. لا في حل وحلول انت لازم تكون كده حاططها في بالك. اول حاجه عشان تبقى مطمن، اول حاجه لما تيجي تشتغل باكسبيرت تبقى عارف فكرته ايه. ده الف ب. اول حاجه لما تيجي تشتغل باكسبيرت لازم تبقى عارف فكره الاكسبيرت ليه. طب ليه اعرف فكره الاكسبيرت؟ هتعرف اول حاجه لما تعرف فكره الاكسبيرت تاخد الفكره والاكسبيرت بتاعك وتروح تعمل له باك تيست 99%.
99% مدة كبيرة جدا، تعمل له المدة كبيرة جدا على اكبر ما يمكن. عرفت تعمل له سنة، سنتين، 6 شهور، 7 شهور، اعمل، انت الكسبان. كل لما هتعمل تيست اكبر، كل لما هتحدد اعدادات اكبر. تمام؟ طيب تالت حاجة، كده انت معاك الفكرة ومعاك الاعدادات المناسبة للفكرة. تقوم عامل بيهم ايه؟ تقوم تختار البروكر المناسب للفكرة. مثلا اكسبيرت سكالبنج، يبقى انت عايز بروكر سبريد قليل. اكسبيرت مثلا بيشتغل على نوع تاني من التداول، تبقى انت عارف ان انت كل بروكر بيبقى فيه مميزات وفيه عيوب. لازم تختار البروكر اللي انت يناسب طريقة شغلك. فبالبروكر اللي يناسب طريقة شغلي مثلا على الاكسبيرت الفلاني بالاعدادات الفلانية كذا، تروح تفتح فيه وتبقى واثق طبعا من البروكر ومن تراخيصه ومن الكلام ده كله. كده كده انت عارف. حاول تستنضف بس البروكر، لان انا زي ما قلت في الاول اغلب البروكرات بيسحبوا الاكسبيرتات. تمام؟ طيب رابع حاجة ودي اخر حاجة، تصلي وتدعي ربنا يرزقك، لان هي كده انت كده عملت اللي عليك. خدت فكرة اكسبيرت، برمجتها وعملت لها تيست لمدة كبيرة واشتغلت بيها في بروكر مناسب، يبقى انت كده عملت اللي عليك. وعملت شغلك باتقان وتبدأ ان انت بقى اللي جاي بقى ده رزق من عند ربنا رزقك كتير، خسرت ايا كان، يبقى انت كده عملت اللي عليك والباقي بتاع ربنا. انا اعتقد ان انا يعني حاولت الم على قدر الامكان الجزئية ديت. طبعا لو قعدنا نتكلم فيها كتير وفيها حاجات ونقط فرعية كتيرة جدا، ان شاء الله لما الناس اللي بتقعد معايا او اللي بيحضروا معانا بنتكلم باستفاضة في المواضيع ديت. وانا هحاول برضو انزل فيديوهات تانية، لان انا معتبر المشروع حملة توعية اكتر من انه بيدي كورسات تعليم اساليب معينة. انا معتبر ان هو بنحاول نوعي الناس ضد حاجات معينة. فلازم تبقى فاهم الفيديو دوت اللي انا والدرس اللي انا شرحته النهاردة. لو كنت عارفه اديك يعني من باب استفدت يعني، او ما استفدتش اديك راجعت معلوماتك. لو ما كنتش عارفه اديك يعني ان شاء الله اكون قدرت اضيف لك اي حاجة جديدة. واشوفكم على خير ان شاء الله.